قصة يوسف واتغرب في مصر، وبعدين حصلت المجاعة فبعت جاب اخواته وابوه وعاشوا في مصر. يبقى احنا الوصلة ما بين سفر التكوين والخروج ان الناس اللي كانوا عايشين في ارض الموعد اللي وعد عليها ربنا ابراهيم دول سابوا ارض الموعد وجم عاشوا في مصر. قعدوا قد ايه في مصر؟ قعدوا 400 سنة. خلال ال 400 سنة دول تعاقبوا الملوك واحد والتاني، ويقول لك يعني اغلب الاراء بقى الناس اللي غاويه تطابق التاريخ الفرعوني مع تاريخ العهد القديم ان في الاغلب وجود يوسف في مصر كان في زمن الهكسوس. وقعدت اقرا ابحاث كتيره قوي بقى، هل فعلا كان في 7 سنين جه فيهم مجاعه وبعدين 7 سنين خير، لغايه ما لقيت حجره موجوده في اسوان، والحجرة مكتوب عليها من عصر البطلمي، مكتوب عليها الحلم بتاع يوسف والتفسير بتاعه، وازاي ان جت 7 سنين جمعوا فيها الخير، وبعد كده ال7 سنين اللي مصر عالت العالم كله في زمن المجاعة. ويقال كتبت في جريدة الأهرام ان لقوا عملات في منطقة سقارة مكتوب عليها اسم شكل وزير مش فرعون، ودي حاجة غريبة برضو ان يبقى وزير، ومكتوب ان اسمه صفنيت في السي كده، حاجة تشبه صفنات فعنح قوي يعني. لكن الجزئية دي على الأقل تشير ان كان في زمن حكم مثلا الهكسوس، وبعد كده جه أحمس طرد الهكسوس ورجع تاني الأسر بتاعة الفراعنة. فزمن حكم اللي كان عايش فيه يوسف غير خالص الزمن اللي بعد 400 سنة من يوسف. عشان كده سفر الخروج يبتدي ويقول ان جه ملك جديد لا عارف يوسف ولا عارف فضل العبرانيين دول على مصر، فكان اللي قدامه ايه؟ ان دول شعب دخيل ولازم نكسر شوكته ونذله، والا ممكن يعملوا علينا ثورة او تحالف. فابتدى يدور على طريقة يكسرهم بيها، بالذات ان كلمة السر انه شعب عدده كبير جدا، لأن ربنا وعد إبراهيم قال له بالكسرة أكسر نسلك. وتلاقي الموضوع ده متكرر قوي في أسفار موسى، عمال موسى يفكرنا بالحتة دي. يعني مثلا لما يروح في الآخر لما يروح عند الجيش بتاع باشان وسيحون ملك الأموريين وكده، يقول لك خافوا منهم لأن عددهم كبير جدا. في مصر هنا برضو خاف منهم فرعون وقال لازم أبيدهم لأن عددهم غريب قوي، كبير زيادة عن اللزوم. بصوا مكتوب إيه مثلا في الإصحاح الأول آية 7، وأما بنو إسرائيل فأثمروا فاكرين الآية اللي كنت بقراها لكم بتاعت إبراهيم؟ فأثمروا وتولدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم. ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف، فقال لشعبه هوذا بنو إسرائيل شعب، بصوا، أكثر وأعظم منا، أعظم، عدده كبير جدا. طب نعمل إيه بقى؟ اخترع طريقة وقال في الآية رقم 11 فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس، هي دلوقتي يسموها التل المسخوطة في الشرقية، ولغاية دلوقتي الحتت اللي بنوها بتاعت في سوم ورعمسيس دي. دخلت على سايت كده اللي يحب اللي أنا بتكلم فيه ده يدخل على سايت اسمه بايبل أركيوغرافي. السايت ده غني جدا وبيبعت لي كل شهر لازم بيبر جديدة بالاكتشافات الحديثة، كل شهر يجمع لي اللي اكتشف كله، وكل سنة يبعت لي كتاب، بس الكتاب ده بفلوس لكن كل قبل كده ده ببلاش. فجايب تصوير من مصر، جات البعثات تدور على مدينتي في ثوم ورعمسيس اللي في خروج أول واحد دي فعلا موجودة ولا لأ، ومصورينها. مش بس مصورينها، ده في الإصحاح الثاني مكتوب إن في في الإصحاح الأولاني الآية اللي وراها على طول حتى آية 4، ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل. غريبة إن لقوا بيوت معمولة بالطين بس، وفي بيوت معمولة بالطين واللبن فعلا في البيوت بتاعت في ثوم ورعمسيس دي. طبعا رعمسيس جاية من رمسيس،
فناس تقول لك خلاص يبقى كده معنى كده ان اللي كان بيحكم ساعتها ده رمسيس الثاني. لو دخلتوا بقى في الحته دي مش هتخلصوا، لان مفيش راي ثابت. هما مدين 3 نظريات كبيره كده، هتطلع واحده منهم اللي غالبا صح. مين هو فرعون الخروج، ومين هو الفرعون اللي مذكور لم يعرف يوسف ده واذلهم وخلاهم يبنوا مدينه باسم فيسوم ورعمسيس؟ مين الراجل ده؟ في 3 نظريات مختلفه. انا شخصيا نظريتين كنت بميل لواحده قوي، وبعد كده مؤخرا غيرت رايي، لقيت الثانيه هي اللي انسب قوي، مع ان الفرق ما بينهم اكتر من 150 سنه. لكن هي التواريخ مش مظبوطه بالظبط. التواريخ الفرعونيه نفسها فيها جابس كده، يعني تنقل لك راي من 150 سنه على طول في خبطه واحده كده، لان في ناس ساقطه في النص ومش مذكوره او ما اكتشفتش حاجتها. انتوا عارفين التاريخ الفرعوني الملوك دول جم منين؟ جم من المقابر بتاعتهم. يعني كان في راجل عالم كده من قرن فات، جه في وادي الملوك في طيبة، وابتدى يشوف ايه المقابر بتاعت الفراعنه، وعلى اساس ما يلاقي مقبره يقوم كاتب يبقى ده فرعون اللي كان موجود ساعتها، المقبره اللي وراها فرعون اللي وراها، المقبره اللي فرعون اللي وراها. طب ما في ناس في النص ممكن يكونوا ما اتدفنوش في الحته دي، او ماتوا في الحرب فجثتهم مش موجوده، او غرقوا في البحر او اي حاجه. فالتقسيمه دي مش لازم تطلع دقيقه 100%، ده بيطلع الناس اللي احنا وصلنا لهم، اللي احنا بنذاكرها دي. يعني كنت قاعد مع ناس من اثار واكدوا لي المعلومه دي صحيحه فعلا، ممكن يطلع في ناس في النص سقطوا. زي العهد القديم برضو، النسب لما بيتكتب مش لازم ده وابن ده فعلا، ممكن ده خلف 2 3 وبعدين جه واحد بعد كده ده مشهور فتذكر اسمه. الاثنين اللي في النص دول عاشوا قليل او ما لهمش حدث كبير فما تذكروش اصلا. فاهمين الفكره؟ فاللي يقعد يتتبع حتى اسماء العهد القديم يقول لك بص يبقى كده، يبقى الانسان كان موجود، ادم اتولد من 4000 سنه او اتخلق من 4000 سنه. لا، 4000 سنه قبل الميلاد مش شرط، لان في انساب في النص ممكن تكون ما اتكتبتش. بنفس الطريقه برضو انا بقول كده ليه؟ عشان الحته دي لو غصت فيها مش هتخلص بقى. مين هو الفرعون اللي مذكور هنا بالظبط؟ الحته التاريخيه عليها اراء كتير. لكن الراجل فكر في ايه؟ قال لك نسخرهم ونخليهم يبنوا بلاد كامله علشان ما يبقاش عندهم وقت لا يعملوا ثورات ولا بتاع. الخطوه الثانيه اللي احنا لسه قاريينها، ومرروا حياتهم بعبوديه قاسيه. مرروهم برضو ما جابتش نتيجة، فعمل ايه؟ وكلم ملك مصر قبيلتي العبرانيات، يعني جاب 2 ديات من اللي بيولدوا الستات العبرانيات، وقال لها لو اللي اتولد عندك واد فطسيه موتيه، لو بنت عيشيها. فالستتين دول اتقوا ربنا وحسوا مش ممكن يعملوا كده، فراحوا قالوا للراجل بص احنا كل ما نروح نولد واحدة ليها ولدت خلاص، اي كلام، بس عايزين ايه؟ يعني ما يعملوش خطيئة، ما يعملوش حاجة مش حاسين اللي بيعملوه ده صح. وعرفوا يهربوا من القصة دي. فجات الخطوة رقم 4 واخطر خطوة، يعني الراجل سخرهم ما جاتش، مرر حياتهم ما نفعتش، جاب القبيلتين دول عشان يموتوا الولاد ما نفعتش. عام رقم 4 بقى وهي أسوأهم، انه طلع قرار ان كل واحد يهودي، كل واحد مصري لو لقى جاره اليهودي خلف عيل ولد من حقه بأمر القانون يروح ياخد ولاده ويموته. تخيلوا الحرب الأهلية يعني موسى لما أمه هتخفيه، هي مش خفيه من حد بالساهل، دي خفيه من جيرانه حتى، يعني جيرانه مسموح لهم يخشوا يموتوا الولد موسى. طب هي تعمل ايه؟ لقيناها بص مكتوب وذهب رجل من بيت لاوي واخذ بنت لاوي ابو وام موسى، اللي هو عمرام ويوكابد، فحبلت المرأة وولدت ابنا، ولما رأته أنه حسن خبأته 3 شهور. طبعا مش لقته جميل فخبته، هو جميل في عينيها يعني مش عشان شكله حلو، لو ما كانش شكله حلو كانت سابته ويموتوه يعني، لا هي طبعا ايه ده ابنها فلاقيها حلو في عينيها جدا فخبته 3 شهور. ولما لم يمكنها ان تخبئه بعد، يعني اكتر من كده، ليه؟ لان هي 3 شهور عارفه تكتم نفسه، يعني ايه ما يصوتش ما يعملش صوت، لكن لما كبر عن 3 شهور بقى صوته عالي، الجيران هيعرفوا انها جابت ولد هيخشوا يموتوه. فهي اللي قدرت تهربه بس 3 شهور.
بعد كده لازم تصرح بقى. فعملت القصة اللي احنا عارفينها، أخذت له صفة من البرد وطلته بالحمر والزفت. شكلها كانت مذاكرة العهد القديم، لأن دي الحركة اللي عملها نوح من الزفت اللي دهن بيه ده. ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر. يعني برضو ما جالهاش قلب ترميه في النهر، احنا رؤيتنا ان هي راح ترميه في النهر، لا هي حطته بين الزرع اللي على جدار النهر، يعني برضو مش جاي قلبها. ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. يعني الأم لم تحتمل، يعني حطته ودخلت. الآباء لما قروا الحتة دي قالت دخلت تصلي، وقالت لبنتها بصي ربنا هيتصرف، بدليل ان هي يقول لك وقفت أخته من بعيد تعرف ماذا يفعل به. يعني واضح ان أمها قالت لها بصي ربنا مش هيسيبه، لأن هو لو كان هيموت ما كانش تكتب يفعل به دي. لكن كده معناها غالبا ان الأم قالت للبنت بص أنا هخش أصلي وربنا هيتصرف. فنزلت بنت فرعون إلى النهر، وبعد كده رقت وقالت هذا ولد من أولاد العبرانيين. عرفت منين هو العبراني؟ شكله، يعني شكله ممكن يبقى أشقر شوية، لأن العبرانيين الشوام حتى في الجدار الرسومات في المعابد الفرعونية لما تلاقي واحد شعره أصفر مرسوم أصفر ده من الشام، دول العبيد اللي جاي من الشام. تترسموا كده، بيترسموا الشعر أبيض مكركت عكس الوش المصري. فيمكن تكون عرفته من الشكل، بس عرفته ليه تاني؟ لأن مين في الدنيا هياخد واد ويرميه في المية؟ يعني توقعت أكيد ده واد من المحكوم عليهم بالإعدام، فأمه رمته يعني. فقالت أخته فأرسلت فرأت الصفط بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذته، ولما فتحته رأت الولد وإذ هو صبي يبكي، فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون اللي هي مريم هل أذهب وأدعو لك امرأة؟ يعني غالبا البنت قاعدة من بعيد بتراقب، فلقيت أخوها بيعيط، هي بنت صغيرة برضو بتاع 11 سنة مثلا، فلقيت أخوها بيعيط، هي متبرمجة بابا ابني بيعيط يبقى عايز يرضع، فراحت لها بسرعة اجيب لك حد يرضعه. يعني غالبا هي برضو البنت ممكن عند ذكاء، بس ممكن يكون مش من ذكاء، ممكن يكون هي لوحدها تلقائية، الواد لازم ياكل، اخويا بيعيط، فين دول؟ فين الاخوات اللي كده دول؟ فحست ان اخوها بيعيط يبقى ماما اجيب لك حد يرضعه. قالت لها شوف، فراحت جابت الولد، وطبعا سميته موسى. يقول لك ولما كبر الولد جاءت به الى ابنة فرعون فصار لها ابنا ودعت اسمه موسى. برضو لما كبر ده يعني بقى قد ايه؟ ناس تقول بقى عنده يعني 5-6 سنين، مش لازم سنين الرضاعة بس اللي هم 2 سنين. واضح ان كبرت يعني ابتدى يمشي، ابتدى ينفع يعني يستقل شوية، يعمل احتياجاته الأساسية من غير احتياج لحد ينظفه او كده. فيعني قول 6-7 سنين 5 سنين ممكن. والغريبة ان الوقت ده اول 7 سنين في عمر موسى دول هم دول السنين اللي اتزرعت فيه بذرة الايمان، لان يكابد في الاغلب كانت عارفة انه مصيره هيروح يعيش وسط الاصنام والناس دول. طب وده ابني يبقى لازم اقعد احفظه، قول ورايا بقى ادم شيس انوش خيان، حفظه بقى ايام الخليقة، تحفظه ابراهيم، تحفظه كله، لغاية الولد راح وهو عنده 7 سنين وهو شبعان. وعلم النفس يقول لك كده، يقول لك شخصية الإنسان بتتحدد في أول 7 سنين في عمره. أحسن 7 سنين يحفظ فيها ويحصل فيها وتفرمطيه يعني. بعد كده لا، في حاجة اسمها التلفزيون، يعني الميديا، الأصحاب، القرايب، تفكيره الخاص. لكن 7 سنين ده طرية جدا، عجينة طرية في إيديكي، الحقي حطي كل نفسك فيه، حفظي ألحان. يعني ساعات واحد انا اعمل كده، انا اشغل مثلا حاجه لاولادي في العربيه، مسافه المشوار يكونوا حفظوا اللحن و3 ترانيم مثلا، انا لسه بتهته، هم يكونوا حفظوا اللحن و3-4 ترانيم في المشوار، بس حفظوا بسرعه جدا، قدره على التحصيل. ولو شغلت مثلا مزامير باكر ولا حاجه، المزمور اتحفظ، المزمور. طب ما بسرعه الواحد يستغل العيال وهي صغيره كده، يغرس، يحفظ، يحشي، حلو. بعد كده بقى يفهم، مش مشكله، يفهم شويه دلوقتي يا ريت، زي ما فهمش 100% مش مشكله، يفهم بعد كده.
فالسبع سنين دول فرقوا جدا في حياته، وهم دول اللي هيكونوا البداية لإيمانه. الآية رقم 11 تلاقي من الآية 10 ل 11 فرق 40 سنة. وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا، والقصة بتاعت لما مسكوا ضرب. يبقى قعد في بيت فرعون 40 سنة كده، فات 40 سنة وهو عمر 40 سنة كده، قال بس أنزل بقى إيه أخدم. فنزل لقى الراجل بيتخانق، راح ضارب الراجل المصري موته. طبعا ساعتها بقى مطلوب القبض عليه، فهرب وطلع على الصحراء بقى 40 سنة تانيين، وهو هربان من الراجل فرعون لو عرف فين، حتى مكتوب كده انه قعد يدور فرعون لما عرف ان في واحد مصري مات، قعد يدور مين اللي قتله ده. فموسى راح واخد بعضه وراح هربان. وبعدين بقى مع المطاريد، يعني ساعات الواحد يقول يعني انا يا رب بعد ما عملت كذا وكذا وكذا ممكن تسامحني؟ اسامحك واخليك خادم كمان. المهم تتوب وتتغير. فموسى قعد 40 سنة زي ما يكون في المنفى، وده التوبة الحقيقية، وده تربية الأغنام. برضو تربية الأغنام دي تخلي الواحد يتهذب، يقعد كتير فاضي، عمالين بياكلوا كده وهو منه للسماء، ويشوف حياتهم الوديعة. عارفين اللي يربي أسد ياخد من خصاله كده، اللي يربي يقول لك حتى اللي يربي نباتات وورد يتأثر، اللي يربي أغنام حسب الحاجة اللي بتربيها ايه تتأثر، تطلع من طباعها كده. فهو خد طابع الراعي الصالح، وده كان إعداد ليه علشان ربنا يعده للي هيعمله بعد كده. وكان لكاهن مديان 7 بنات. الكاهن مديان ده مين؟ ده راجل عايش في سينا، وراح موسى استخبى عنده وهيتجوز بنته كان اسمها صفورة. في الآية 22 يقول لك ايه؟ فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريبة. دي ميزة من ميزات موسى برضه، ان هو اعتبر نفسه انسان غريب، مش بس في سينا، في الارض عامة بشكل عام. فراح مسمي ابنه انا انسان غريب. وجميل جدا ان ربنا لما يختار واحد يخدم يختاره انسان عايش زي الغنم في الوداعة، عايش يصلي 40 سنة اعداد خدام، 40 سنة زي نوح بتاع ده أخنوخ اللي خد 300 سنة كده. وإيه؟ والحاجة الثالثة يشعر بالغربة. معلش افتكرت حاجة أنا متهيألي شايلها هنا في الإنجيل، كنت بقولها قريب أسمعها لكم. بابا شنودة مرة كتب قصيدة عايز يقول من خلالها أنا كنت عايش في خلوة مع ربنا في المغارة، وبعدين مرة واحدة لقيت نفسي المفروض أبقى خادم، وطول النهار في الاجتماعات أنا نفسي أرجع تاني عايش العيشة بتاعت الغربة بتاعت زمان دي. فراح كاتب إيه؟ مش عارف عارفينها ولا لا؟ غير غريبا عشت في الدنيا. بص يقول إيه؟ حرمت البراري وأجواءها، حرمت الجبال، حرمت المغارة، وعشت زحام الألوف ألبي نداء الجميع بأدنى إشارة، وصرت أزور وصرت أزار أشتت فكري بكل زيارة، وصرت أجادل في الدين غيري خلاص النفوس وقصر الدبارة، وأشغل قلبي بالمشكلات وأشغل فكري بجو الإدارة، فأين السكون وأين الهدوء وأين صلاتي التي بحرارة. شوفوا الكلام حلو ازاي، يعني ده لسان حال الواحد اللي كان نفسه يقعد مع ربنا طول عمره، وبعدين ربنا قال له لازم تخدم. ساعات الانسان يبقى بالعكس، يبقى عمال يخدم وربنا هو اللي بيقول له ما تيجي تقعد في المغاره يا ابني شويه، ما تاخد خلوه. يقول لا انا بقى اين الايام اللي كنت بخدم فيها. المفروض الموضوع يتعكس، الانسان يكون بيحب الخلوه جدا مع ربنا، يوم ربنا يرقيه لمرحله الخدمه. لكن موسى حاول يعكسها، عايز يخدم الاول وبعد كده يبقى نشوف. لا، انت تبتدي بالصلاه، تبتدي بالقعده مع ربنا، لان دي اللي هتسندك. فده المثل اللي حصل لنا مع موسى. بصوا بقى، استغل الفرصه
واديكم حته دراسيه برضه. بصوا الرسمه اللي قدامكم، ادي نهر النيل، البحر المتوسط. الحته اللي مكتوب عليها كلمه نهر النيل دي مكان الشرقيه حاليا، دي الحته اللي كان عايش فيها موسى وشعب بني اسرائيل. وادي سينا فوق البحر الاحمر، وفوق البحر الميت اهو ونهر الاردن، يبقى دي ارض الموعد اللي فوق دي. اللي انا كاتبه بقى قدام حضراتكم ده، معلش بخط الايد مش بالكمبيوتر يعني، دي الاجناس اللي مذكوره في سفر الخروج وسفر العدد. الاجناس يعني بصوا، نوح فوق، شايفين قارين معايا؟ نوح جاب 3 عيال، سام حام يافس. حام اللي في النص ده جاب لنا واحد اسمه كنعان، وكنعان طلع منه كمان شعب اسمه الاموريين. يبقى مين هم الكنعانيين؟ دول ولاد حام. ومين هم الاموريين؟ ولاد كنعان. طب سام جاب 2، جاب ابراهيم طبعا، مش ابنه دايركتلي، اقصد من نسله يعني، وارام. يبقى لما نسمع عن ناس اسمهم الاراميين، دول من نسل سام. الاراميين اللي هم بتوع سوريا بيتكلموا ارامي، ده الشعب السوري. وابراهيم جه منه 3، 2 مشهورين. لما اتجوز هاجر جاب الابن الكبير اللي هو مين؟ اسماعيل. وبعدين راح اتجوز، او من زواجه لساره، انا اسف، جاب مين؟ جاب اسحاق اللي جه منه يعقوب او اسرائيل. وبعدين اتجوز قطوره وجاب ولد اسمه مديان. هو ده المديانين بقى اللي احنا بنقراهم دلوقتي. علشان كده لما تلاقي كاهن مديان مش لازم يكون وثني على فكره، اللي هو موسى اتجوز بنته ده، لان مديان ده ابن مين؟ ده ابن ابراهيم. يعني ممكن تكون العباده برضو ايه، صحيح ربنا بس مش مفهوم قوي، بس ربنا يجوز كده. فاولاد ابراهيم في الجمل الاسماعيليين اللي باعوا امه يوسف، فاكرين؟ والمديانيين. على فكره اللقطه بتاعت يوسف وهو في البير دي لقطه فريده في التاريخ، لان دي اللقطه اللي اتجمع فيها ولاد ابراهيم ال3. يوسف من ولاد يعقوب، اللي طلعه من البير يهوذا اخوه، راح بيعه للمديانيين ولاد ابراهيم برضه، والمديانيين باعوهم للاسماعيليين ولاد ابراهيم برضه. فاهمين الفكره؟ فتجمعوا ال3 كده، كل ولاد ابراهيم بيبيعوا في يوسف، زي اجتمع الامم معا على الرب وعلى ايه؟ وعلى مسيحه. بالموازاه مع ابراهيم لوط اللي عايش في نفس عصره وبيقول عليه اخوه. لوط للاسف مين غلط معاه؟ بناته، لانهم اتربوا بطريقه مايعه قوي. لوط كان المفروض يبقى اشد من كده شويه، لكن كان متساهل، حاجه عامله زي عادي الكاهن كده في سفر صموئيل. فلوط كان المفروض يكون قراره انشف من كده، لكن للاسف ساب بناته في البلد الملخبطه. فبناته في يوم من الايام غلطوا معاه هو شخصيا مع ابوهم، وجابوا ولدين فضلوا ينكدوا على شعب بني اسرائيل طول العمر بعد كده. مين؟ مؤاب وعمون. دول اللي هم اسمهم شعب المؤابيين وشعب العمونيين. يجي بقى اخو يعقوب اللي كان اسمه عيسو. عيسو رخر جاب شعبين، ادوم اللي هم الادوميين، وبعدين مين تاني؟ العماليق. غالبا يعني دي غالبا مش شرط، بس غالبا ولاد عيسو برضو هم دول العماليق. يبقى بص الشعوب وانسابها. عشان كده لما تلاقوا بقى في سفر الخروج وبعد كده في سفر العدد، موسى وهو ماشي يقابل الناس دول يتعبوه ويقولوا مش هتعدي من ارضنا، وبعدين يطلعوا يحاربوه، وبعدين يبعتوا له ناس زي اللي هو بلعام ابن بعور يستأجروه المديانيين والاموريين علشان يتنبأ ضد شعب بني اسرائيل. ليه؟ لان الاموريين دول ولاد العم والمديانيين ولاد العم الثاني، فهم الاثنين ضد شعب بني اسرائيل في طار قديم يعني. فلما لقوهم راجعين لهم من مصر بقى عايزين يعطلوهم باي طريقه. فاهمين الفكره؟ بالتالي المنظر ده لو لزق في دماغنا النهارده برضو يبقى حلو قوي.
زي ادم شيس انوش قنام كده. حاولوا تقولوا. طب من غير ما تبصوا كده قولوا لي ولاد عيسو مين؟ أدوم. عارفين تفتكروا منين ادوم دي؟ كلمة ادوم يعني احمر. ادم اتسمى ادم لانه اتاخد من الطين الاحمر بتاع الارض. الطين لما يبقى عليه ميه كده يبقى لونه احمر. فادم اتسمى ادم لانه اتاخد من قديم الارض. وهو ليه اتسمى قديم الارض؟ لانه لونه احمر. فعيسو كان شعره احمر فتسمى ادوم. فجه بعد كده من نسله ناس اسمهم الادوميين. وعيسو كان بتاع الصيد والحاجات دي، فتفتكروا بيه برضو الايه؟ العماليق. ولاد لوط بقى المؤابيين والعمونيين، دول هتلاقيهم بتذكروا كتير ان هم ضد شعب بني اسرائيل. يفضل لنا مديان. مديان ده ابن ابراهيم من قطوره. ما ابراهيم اتجوز 3، هاجر، ساره، قطوره. ناخد حاجه كمان برضو. بصوا المنظر اللي قدامكم دوت. سفر التكوين بيحكي قصه نزول شعب بني اسرائيل اللي هم الاسباط مع يعقوب من ارض كنعان فوق اللي هي فلسطين، رايحين على فين؟ مكتوب ايه؟ الشرقيه. شايفين الخط الاحمر؟ شايفين الخط الاحمر اللي فوق؟ مكتوب عليه سفر التكوين. رايحين على الشرقيه. تعيش يا ابوي. وبعدين سفر الخروج بقى نازلين من الشرقيه هيروحوا لغايه جبل حوريب تحت ده. دي هتاخد لها من سنه لسنتين. انا كاتب سنتين، هم الحقيقه يعني ممكن تكون سنه واحده. لو ضمينا ضربات العشر تبقى سنتين. يعني ضربات العشر قعدت 10 شهور. ضربات العشر قعدت 10 شهور، يعني كل ضربه تقريبا في شهر. فسفر الخروج بيحكي نزولهم من عند الشرقيه لغايه ما وصلوا لجبل حوريب تحت اللي هو الوصايا العشر اللي هياخد عليه الوصايا العشر. وبعدين هيطلعوا من جبل حوريب يلفوا عند حته اسمها جبل سعير ويروحوا عند جبل اخير اسمه جبل نبو. الحركه دي هتقعد 38 سنه. دي مش سفر الخروج، ده سفر العدد. ساعات الواحد يقول سفر عدد ده اللي فيه الاعداد وكده، لا ما بنزهق. لا بالعكس، سفر العدد ده هو فيه قصص الكتيره الاكتر من سفر الخروج. سفر العدد بيحكي 38 سنه او 39 سنه. سفر الخروج بيحكي سنه واحده بس. وهو عباره عن تنقلات ما بين جبال من عند الشرقيه لجبل حوريب، من جبل حوريب لجبل سعير ثم جبل نبو. وعند جبل نبو بقى طلع موسى على الجبل ما نزلش. لغايه دلوقتي موجود جبل نبو ده في الاردن. تطلع فوقيه تشوف ارض فلسطين بس ما تدخلهاش زي ما حصل مع موسى كده. عند جبل نبو موسى كتب سفر التثنيه. سفر التثنيه ده مليان شرائع وتعليم. موسى بيكتب وصاياه الاخيره لانه مش هيشوف الشعب تاني. ده عند جبل نبو. طب جبل حوريب اللي تحت، جبل حوريب اللي تحت موسى كتب عنده سفر اللاويين اللي مليان بقى الطقوس بتفاصيلها. يبقى بصوا معايا كده بقى، اللي ركز معايا هيتبسط قوي دلوقتي لان هيلاقي ال5 اصفار قدامه. سفر التكوين الخط الاحمر اللي فوق. سفر الخروج وصلنا لغايه جبل حوريب تحت. عند جبل حوريب اتكتب سفر اللاويين. طلعنا من جبل حوريب مرورا بجبل سعير وصلنا لجبل نبو فوق، ده سفر العدد. وعند جبل نبو اتكتب سفر الاخير اللي هو ايه؟ التثنيه. تمام؟ دول اصفار موسى ال5: تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنيه. من اول بقى الاصحاح الثالث تبتدي دعوه موسى. الخريطه اللي قدامكم دي احنا ما عندناش، خلاص كده احنا خلصت، فاضل الخريطه دي وخلاص. لا يا حبيبي، الموقع اللي انا بقوله ده موقع اجنبي امريكاني خاص بالاثار. الجزء اللي قلته في الاول الاثار فقط. الحاجات دي مش موجوده فيه، لا خالص، ملهاش علاقه. لكن ده موقع خاص بالاثار للمهتم بجمله كده بتقول ايه؟ الاثار تشهد للكتاب المقدس. المهتم بدي يلاقيها. يعني مثلا اقول لك اخر حاجه مبعوت لي اكتشفوا في اورشليم الختم بتاع اشعياء النبي. ختم باسمه اللي كان بيختم بيه عن النبوه عشان ما حدش يزورها. ده كان اخر حاجه مبعوتها لي، يعني انا فرحان بيها قوي. اصل هم دلوقتي بيعملوا مشروع في
اورشليم تحديدا، ينخلوا الرمله، لان في كل حته في اثر، فعايزين يلاقوا اثار كتيره جدا، بينزلوا لعمق كبير قوي وينخلوه، ينزلوا لعمق وينخلوه، فيطلع كميه حاجات يفضلوا بقى يشوفوها دي ايه. حاجه في منتهى يعني الجمال لو حد يحب الاتجاه ده. فده جزء دراسي اثار ملوش علاقه باللي بيقولوا ده ولا انا عامله بايديا كده عشان اشرح سفر الخروج بس. موسى طلع فوق جبل نبو وبص من هناك على أرض الموعد، وربنا قال له خلاص أنت مش هتدخلها، لكن تلميذك يشوع هو اللي هيقود الشعب. فموسى رضي جدا، والحتة دي شعرية وجميلة جدا، إنه راح جايب يشوع وقال له بص أنا ربنا متضايق مني، لأني مرة ضربت الصخرة وما كلمتهاش رغم إن هو قال لي أكلمها، وهو عنده حق، وانا صليت كتير وبرضه ربنا قال لي مش هيستجيب. مكتوبه كده قال لي لا تعد تكلمني في هذا الامر ثانيه. يعني ربنا قال لموسى بص يا موسى مش هتخش ارض الموعد، ما تكلمنيش في الموضوع تاني، شوف موضوع تاني بقى ايه نحكي مع بعض يعني، بس الموضوع ما تجيبش سيرته تاني. طب وبعدين؟ فانا هكتب لكم وهراجع معاكم كل اللي ربنا اداهوني من ساعه ما خرجت بيكم من ارض مصر لغايه دلوقتي، تاخدوا يا يشوع ده بقى وتحكي للناس، علشان السفر ده فيه ملخص بقى، ملخص الشريعة. ومن هنا أصبح سفر التثنية يكاد يكون أهم سفر عند اليهود، كانوا بيحفظوه صم، لدرجة إن السيد المسيح لما كان يستشهد من العهد القديم معظم استشهاداته من سفر التثنية. يعني ال3 آيات اللي رد بيهم على الشيطان في التجربة على الجبل ال3 من سفر التثنية، لأن سفر التثنية ده كانوا بيحفظوه على ظهر قلب. سفر التثنية اتكتب فوق الجبل، وموسى سلمه ليشوع، وتنيح موسى ويشوع خد القيادة وكمل. وكتب لنا آخر إصحاح يشوع على فكرة في سفر التثنية، اللي هو فيه قصة نياحة موسى. ما طبعا أكيد مش موسى اللي كتبها دي، يشوع اللي كتب آخر حتة. نكمل. يافس دول أوروبا، حام أفريقيا، سام آسيا. الإصحاح الثالث طبعا موسى هجري شوية. طبعا موسى القصة اللي انتوا عارفينها، كان بيرعى الغنم بتاع يثرون في سينا، وبعدين في غنمية شرطت كده فجري وراها، لقى المنظر بتاع العليقة، وربنا قال له اخلعنا عليك، وقال له هتروح تقود شعبي علشان تخرجهم من أرض مصر. الإصحاح الثالث والرابع دول تلاقوا واحد مكسور ومذلول جدا، ربنا بيحاول يشجعه علشان يرضى يخدم، وهو يقول له لا أنا القعدة هنا أحلى، أنا مش بتاع خدمة. مرة يقول له لساني تقيل، يقول له هبعت لك هارون يتكلم، يقول له طب مش هيصدقوني، هخليك تعمل معجزات، حط ايدك ارمي العصاية. يقول له طيب ما هو لو قالوا لي انت مين، ما هم هيقول لهم ايه، قول لهم يهوه. طيب بص انا برضو كون اني اقف قدام فرعون دي بخاف، هشوف لك واحد هو اللي يتكلم، هارون. فحوالي 8 مواقف يحاول موسى يزوغ، وربنا يقوم جايبه تاني. يعني جه على اخر واحدة بقى، هي بتاعت انا ثقيل الفم واللسان، فقال له الرب من صنع للانسان فما، ومن يصنع اخرس او اصم او بصيرا او اعمى. اصل ممكن بعد كده يعني هو بيقول انا ثقيل الفم واللسان، فقال له انا اللي خلقت اللسان والاذنين، وبالمره انا اللي خلقت العينين، انا اللي خلقت العينين على فكره، عشان ما تقوليش انا ما بشوفش كمان، انا عملت كل حاجه. فطالما انا عملت كل حاجه هقدر اقف معاك وابعت لك واحد يتكلم على لسانك وكل حاجه. فنزل من هناك، اتاري ربنا ظهر لهارون برضو وقال له هتروح تقابل موسى وانت اللي هتتكلم على لسانه علشان هو مخضوض وخايف. اخذوا بعض وراحوا لفرعون، ومن الاول الاصحاح الخامس للاصحاح تقريبا 10 بقى بنتكلم في الضربات 10. مش هقدر اقرا معاكم الجزء ده، بس هديكم 3 مفاتيح، واللي شاطر منكم يروح يسرح فيها بقى هيستمتع. ايه ال3 مفاتيح؟ اول مفتاح، ربنا بيرتقي بموسى من واحد مكسور لواحد
dependent، يعني مستقل. يعني هتلاقوا في اول ضربات خالص ربنا بيكلم موسى وهارون ويقول لهارون ارمي انت العصايه، خلي موسى مش حمل ان هو اللي يعمل الاكشن، يقوم هارون هو اللي ياخد الليدرشيب، هو اللي يبتدي. بعديها يقعد ربنا معاه كده مرتين تلاته، على الضربه الرابعه كده يبتدي ربنا يكلم موسى وهارون، وبعدين يقول لهارون بص يا هارون روح قول لموسى هو اللي يعمل دي. يوم هارون يروح يشجع موسى وموسى اللي يعمل الخطوه. يقعد كده مرتين ثلاثه وبعد كده يكلم موسى بس، يقول له موسى انت خد معاك هارون واعملوا كذا. يقوم واخد هارون يعني. جمع على الضربه الاخرانيه والقبل الاخرانيه ربنا بيكلم موسى وموسى هو اللي بيشتغل. هتلاقوا التسلسل ده ممتع جدا. قد ايه ربنا بمنتهى الحنيه ما كسفش الراجل، خده بالراحه كده، يحط معاه هارون وايه وياخده حته حته لغايه ما يقدر يبقى هو اللي يواجه فرعون، ما كانت تقيل عليه برضه اصلا. المفتاح الثاني هتلاقوا كل شويه فرعون بيتنازل. يعني فرعون في الاول كان غليظ جدا، بعد كده قالوا طيب ماشي هسمح لكم تروحوا تصلوا لربنا بس تروحوا الرجاله بس. فموسى قال له لا لازم ناخد معانا ستاتنا وعيالنا. تقوم تحصل الضربه اللي بعديها، يقوم فرعون ينخ شويه يقول له طب خلاص خد الرجاله والستات والعيال بس ما تاخدوش معاكم مواشي. يقول له لا لازم ناخد مواشي، امال هنذبح لربنا ايه؟ وبعدين ينخ تاني يقول له خلاص خدوا المواشي كمان بس ما تطلعوش سينا، خليكوا حوالينا هنا. يقول له هناخد الستات والاطفال والمواشي وهنطلع سينا. يوم في الاخر على اخر ضربه بقى فرعون هو اللي ينادي موسى ويقول له تعالوا قبل ما يطلع الصبح تكونوا مشيتوا، امشوا زي ما انتوا عايزين بس حلوا عننا. وساعتها زي ما انتوا عارفين الايه اللي بتقول ايه بقى، فالمصريين راحوا مديين من الذهب بتاعهم لشعب بني اسرائيل. ولا سرقوا المصريين؟ سلبوا. طب تعالوا نقراها كده، الاصحاح ال 12 والايه 26. واعطى الرب نعمه للشعب في عيون المصريين حتى اعاروهم، ادوهم سلفوهم فسلبوا المصريين. يبقى النتيجه العامه اسمها سلبوا، لكن هم ما راحوش يسلبوا، هو الرب اداهم نعمه. وناس تقول ما هو ده حقهم، هو المصريين ساعتها قالوا لهم بصوا احنا نعوضكم ال 400 سنه اللي انتوا قعدتم فيهم بتشتغلوا عبيد عندنا، خدوا شويه ذهب بقى. انتوا كنتوا بتشتغلوا، كانوا بيشتغلوا خدامين عندهم، وما كانوش بيدوهم ماهيه، فبيدوهم مكافاه نهايه الخدمه. سلبوا. اعتقد يا ابي تحللني دي النتيجه. يعني مثلا اقول ايه ليكي مثلا، انت قلتي لابنك يخش يذاكر والا مش هيلعب بالموبايل، ده الاتفاق. النتيجه فخدتي منه الموبايل بالرغم ان هو بيعيط. بين بنتي هنا انك شريره قوي، بس اللي قبل كده يبين ده كان اتفاق. فنفس الكلام ربنا ادى نعمه في عين المصريين، ادوهم الفلوس. اللي يبص من بره يلاقيها ايه؟ كانهم سلبوا الفلوس. يعني دي النتيجه النهائيه. هاي ابويا القصه اللي هي بيقول فيها ان كانوا بيقصوا بنسير فيها كتير. ايوه يا ابونا. بصوا عشان احاول اريحكم في الحته دي، قدس ابونا بيسال حته قصر الرب قلب فرعون. ساعات الواحد يقول طب هو ذنبه ايه يعني؟ ما راجل كان ناوي يسامح، هو ربنا اللي قساه. هي انسب كانها ترك الله فرعون لقساوه قلبه. عارفين لما اتقال في روميا كده فاسلمهم الله الى ذهن مرفوض حتى يفعلوا ما لا يليق. تقول لي برضو ايه انت بتلفها؟ لا انا اقول لك تشبيه. عامله زي مثلا في واحد واقف هنا وعايز يتخانق مع حد، فانا ماسكه من القميص كده، يا ابني سيبك منه، ربنا بيقول ما نضربش حد، ليمها خلاص خير، حصل خير. مفيش، عمال يقول لي سيبني سيبني سيبني، وراح خابطني ايدي، رحت سايبه. انا ايه؟ انا سبته. ايوه بس انا سبته لان هو اللي مصمم يجري.
صحيح انا سبته، الفعل في الاخر ايه؟ انا سبته، عندك حق انا سبته، بس اللي عمل كده ايه؟ ارادته هو الحرة، هو اللي مصمم يروح يضرب اخوه. لكن اللي يبص من بعيد يلاقيني انا زي ما اكون زقيته او سبته. انا مش عايز اسيبه، انا لو عليا مش عايزه يتخانق، هو اللي مصمم. بس اللي يبص من بره يلاقيني كاني سبته وزقيته على الخناقه، انا ما زقتوش على الخناقه طبعا. فبما ان كل الامور بسماح من الله، نقدر نعتبر ان كل فعل هو بسماح من الله، حتى لو كان ربنا مش عايز. كم مره اردت وانتم لم ربنا مش عايز فرعون يبقى شرير، بس هو مصمم يبقى شرير، لكن هي عكس اراده الله. لكن هل نقدر نقول ان في حاجه بتحصل بعكس اراده الله، يعني ضد ارادته او ضد سماحه؟ وكل حاجه بسماح من ربنا، بس مش كل حاجه ربنا عايزها. ربنا يريد ان الجميع يخلصون. فكل الافعال البشريه بتاعت الناس ينفع تنسب ان ربنا اللي عايلها، لان هو بيسمح بكل شيء، لكن هو مش عايز كل شيء. عارف بس مش عايز، بالظبط. ابونا لخصنا عارف بس مش عايز. الاصحاح ال 12 اجمل اصحاح غير 33، بس هو مفتاح السفر فعلا. 12 ده ايه بقى؟ انا قلت المفتاح الثالث، انا مؤاخذه، انا قلت لكم المفتاح الاولاني التدرج، ربنا ازاي بينقل القياده من هارون لموسى تدريجيا. الحاجه رقم 2 ازاي القصه ابتدى فرعون يتنازل ويخضع تدريجيا. المفتاح رقم 3 هقول لك حالا. المفتاح رقم 3 ال10 ضربات يشير إلى 10 آلهة للمصريين. علشان كده في الإصحاح ال 12 اللي كنت لسه هقراه دلوقتي يقول لك إيه؟ أصنع أحكاما بكل آلهة المصريين أنا الرب. يعني أتاري الضربات ال10 دي ربنا قاصد يكسر ال10 آلهة المشهورة عندهم في الزمن ده، حتى ابن فرعون، لأنهم كانوا بيألهوا فرعون وابنه. فكون إن ابن فرعون يموت، والبقرة حتحور تموت، والنيل كان اسمه كذا بقى دم، دي حاجات هم بيعبدوها وبيقدسوها، فلما يشوفوها بتنهار قدامهم. ومكتوب مثلا لما جت ضربة الدمامل، عارفين يذكر ايه؟ الدمامل مش بيعبدوها صحيح، بس دي بالذات راح قايل لك وأصابت الدمامل الكهنة. ليه؟ ربنا عايز يكسر حتة الكهنوت الوثني ده، لأنهم كانوا بيقولوا لهم احنا يعني اللي ما فيش غيرنا. فإنه يشوفوهم المصريين، يشوفوا الكهنة بتاعتهم اللي بتعبد الأوثان بيصيبها الدمامل، يعني يتنجسوا، دي بالنسبة لها حاجة خطير. دي الحاجة ال10 اللي ممكن نطلعها في ال10 ضربات. بصوا الخريطة اللي جاية بقى تلخص لنا كل اللي باقي من السفر. من أول الحتة المكتوب عليها فم الحيروس لغاية جبل حريب 6 محطات مكتوبين في سفر الخروج. ومن أول رقم 7 لغاية رقم 10 ثم دخول أرض الموعد ده سفر العدد. يعني اللي عايز يكمل القصة النهاردة هيكملها من سفر العدد. امال احنا هناخد ايه؟ هناخد اول 6 خطوات بس، دي المكتوبه في سفر الخروج. ال6 خطوات دول يشيروا ان زي ما شعب بني اسرائيل خرج من ارض العبوديه رايح كنعان، احنا كمان خارجين من ارض العبوديه ورايحين كنعان. فال6 خطوات دول وبعد كده تكملوا في سفر العدد ال10 كمان، كل واحده منهم ليها اشاره روحيه لازم شعب بني اسرائيل يعدي بيها، والا مش هيروح ارض كنعان. يعني هتلاقوا المعموديه وهتلاقوا المناوله وهتلاقوا، تعالوا نتابعهم كده واحده واحده بسرعه. اول خطوه حصلت عند فم الحيروس. فم الحيروس شايفين المثلث اللي تحت ده جبل. شعب بني اسرائيل اتزنق ما بين الجبل ده وما بين البحر، فجه فرعون من وراهم، حتى مكتوب كده قال دي فرصتي عشان ارجعهم تاني، لان هيبقى الجبل هنا والبحر هنا، ولو غوطوا لا مش هيتوهوا، لان هيقابلوا جبال والحته هناك بقى قحط هيموتوا.
فكده هم اتزنقوا، لو انا جيت لهم من فوق هم اتزنقوا. فعلا ده اللي حصل، واتزنق شعب بني اسرائيل ما بين الجبال بتاعه البحر الاحمر عند فم الحيروس او حته اسمها بعل صفون، وما بين البحر الاحمر. وساعتها ما كانش قدام موسى غير انه يصرخ لربنا، فربنا يقول له خد العصايه اياها واخبط بيها البحر يتشق فيعدوا. فيتعدي شعب بني اسرائيل البحر الاحمر. ومعلمنا بولس الرسول مش ضعف فيه، ده معلمنا بولس الرسول اللي شاف الامور دي بشكل رمزي، وراح قايل لنا في سفر العبرانيين ايه، وكورنثوس انا اسف، قال ايه؟ قال ان الشعب بني اسرائيل اعتمدوا في البحر والسحابة لموسى. يعني ايه؟ يعني كان في بحر على يمينهم وعلى شمالهم، ارضية البحر تحتيهم، والسحابة مية فوقيهم، يبقى كأن المية محوطهم من ايه؟ من كل ناحية وهم ماشيين في النص، يبقى دي المعمودية. فمعلمنا بولس الرسول شافها كده، وفعلا دي كانت اول خطوة زي ما يكون ربنا بيقول لنا لو عايزين تعدوا من ارض العبودية اللي انتوا عايشين فيها دي لأرض كنعان السماوية أو أورشليم السماوية، لازم أول حاجة المعمودية. رقم 2 عدوا عند حتة اسمها مارة، ومرة جاء من كلمة مرة، وهي فعلا كده لأن هناك قابلوا مية حلوة، مية مرة وعايزين يشربوا. فراح موسى خد الخشبة حطها في المر بقى حلو. ايه دي؟ ده الصليب اللي بيتحط في حياتنا اللي مليانة خطية يحليها، يعني التوبة. ده يعني ايه المرة دي؟ المرة دي تفكرنا بالتوبة. يبقى عايز تروح كنعان أول حاجة تتعمد، تاني حاجة تتوب، تالت حاجة هيروح حتة اسمها إيليم. وعند إيليم مكتوب حاجة غريبة جدا، فوجدوا هناك 12 نخلة و70 عين مية. اشمعنى يعني؟ على طول تفكرنا بلوقا 6 و9 و12، ال12 تلميذ وال70 رسول. يبقى أول خطوة عشان توصل كنعان تتعمد. رقم 2 تعيش حياة التوبة اللي بتنقلك حياتك من المرارة بحر هذا العالم تنقلهولك تبقى حلوة. رقم 3 إنك تروح الكنيسة. لا خلاص خارج الكنيسة. مفيش واحد هيتعمد ويقعد في بيته، حتى المعمودية. طب بتعمد ما ينفعش يقعد في بيته، لازم يجي الكنيسة، لازم يخش وسط اخواته ونخدم بعض ونقوم بعض ونصلي سوا ونتناول من الخبز الواحد من جسد ربنا يسوع المسيح. عشان كده تيجي رقم 4 بقى برية سين. وعند برية سين الشعب هناك جاع، فطلب من ربنا الأكل فبعت لهم المن. وابتدت قصة المن من هذه اللحظة لغاية 40 سنة كاملة. هيقف المن لما يروحوا كنعان. أول ما يشوع، سفر يشوع بقى، يحطوا رجليهم في أرض كنعان يقف المن. تفكرنا بإيه دي؟ لما ربنا يسوع المسيح يوم خميس العهد قال لهم أنا دلوقتي باكل معكم من نتاج الخمرة الكرمة، وبعد كده مش هنشربه بقى على الأرض، هنشربه بطريقة جديدة في ملكوت أبي. مش هيكون أكل وشرب بقى، يكون اتحاد. فبرية سين أكلوا المن النازل من السماء. وفي يوحنا 6 ربنا قال لليهود إيه؟ آباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا، أنا هو المن النازل من السماء، من يأكلني يحيا إلى الأبد. انتوا عارفين المن سموه من ليه يقال؟ قلت لكم العبري قريب من العربي. لما صحيوا الصبح في الخيم لقوا حاجات زي رقاق العيش اللي بالعسل مرمي على الأرض. المفروض واحد لما يلاقي حاجة جماد قدامه كده يقول ما هذا، لكن هم ما قالوش ما، قالوا من. فمن كتر ما هي كلمة غريبة قالوا احنا هنسميها باللي نطقنا بيه الغريب ده، سميناها من، مع ان المفروض كنا نقول ما، فسموها من. وفضلت من، محدش عارف من ليه من ليه من ليه، لغاية ما السيد المسيح قال لهم ايه في العهد الجديد بقى؟ أنا هو المن اللي نزل من السماء، زمان أكلوه ماتوا، أنا بقى الحقيقي المن، الأكلة الحقيقية اللي تعطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. فبقى المن الجديد هو الايه؟ جسد ودم المسيح. وقصة المن العذراء، هو ايه اللي جواه المن ده؟ يبقى العذراء. طيب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ رافيديم. رافيديم
كان نفسي اقراها لكم رافديم دي لانها جميله قوي. رافديم دي الحته اللي الصخره طلعت ميه، وكمان دي الحته اللي حاربوا فيها العماليق وهم ماشيين في امان الله. جم عماليق حاربوهم عشان ياخدوا الحاجات اللي معاهم، قالوا دول. بس عايز اسالكم سؤال، معقوله جيش او شعب حوالي 2 مليون واحد يهجم عليهم شويه عماليق يحاربوهم؟ كانوا هيتاكلوا طبعا. امال عملوا ايه العماليق؟ مكتوبه بقى في سفر التثنيه. هقول لكم على كلمه سر. سفر التثنيه موسى في اخر ايامه بيحكي لهم ما وراء الاحداث في منتهى الجمال. ففي سفر التثنيه مكتوبه الواقعه دي، بيقول لهم فاكرين ايام العماليق لما جم يحاربوكم؟ عارفين كانوا هيكسبوكم ليه؟ لان هم ما اشفقوش عليكم وهجموا على مؤخراتنا. يعني سابوا الجيش الشعب كله يعدي، واخر حبه دول هم دول اللي هجم عليهم العماليق. فراح الشعب كله متدور ورجع ينقذ اخواته. فموسى كان معجب بيهم جدا، ولهم فاكرين العماليق لما كانوا هياخدوا الديل بتاعنا بس وكلنا رحنا راح حاربناهم؟ فمن هنا نفهم ان الحرب ما اتذكرتش دي في سفر الخروج، بس في سفر التثنيه بانت بقى. والحته دي في منتهى الجمال. ليه؟ لان موسى وقف على الصخره وعمل ايديه كده شكل الصليب، وبقى من تحت يشوع بيحارب ويكسب. فموسى رفع ايديه بيصلي، وبعدين يتعب في ايديه تقع، فلدرجه ما جاب من هنا هارون ومن الناحيه التانيه حور، وقفوا هما الاثنين سندوا ايديه. يبقى مش كده يعني هو بيصلي وده الاهم، بس حتى الايد ربنا قاصد انها تفضل مرفوعه عشان تفضل علامه. يبقى ربنا قاصد علامه الصليب دي انها تبقى قدام شعب بني اسرائيل، ان العلامه دي هي اللي تخليكم تكسبوا. صلاه موسى طبعا، بس كمان علامه الصليب. الدليل ايه؟ الدليل ان موسى بعد الحرب راح مسمي المكان ده، عارفين سماه ايه؟ فبنى موسى هناك مذبحا ودعا اسم المكان يهوى نسي. عارفين يعني ايه يهوى نسي؟ يعني الله علامتي. جبتها منين يا موسى؟ اشمعنى ده؟ كان ممكن يسمي المكان ده مثلا ربنا خلينا نكسب، غلبنا، انتصرنا. قال لك لا، نسمي المكان ده العلامه اللي خلتنا نكسب. ربنا يسوع المسيح اعطى علامه لعبيده، وهذا هو اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح وصليبه المحيي الذي صلب عليه. ايه العلامه؟ الصليب. فموسى سمى المكان ده العلامه، قال لهم عشان العلامه تبقوا فاكرينها، وهي نفس العلامه اللي عملها ساعه الحيه النحاسيه. لان يقول لك اقام رايه. رايه دي يعني ايه؟ يعني عصايه كده. بتشوفوا الصوره بتاعت المسيح وهو ماسك الصليب في القيامه دي، بتبقى عامله كده وفيها خشبه كده ونازل منها قماشه. فالعلامه دي اسمها رايه في العهد القديم. يبقى الرايه شكلها ايه؟ صليب، وراح حاطط عليها الحيه النحاسيه. يبقى كان قاصد موسى يزرع في دماغهم شكل الصليب ده، او مش موسى ده ربنا، وسمى المكان ده ربنا علامتي. ودي الحته اللي اسمها رافديم. يبقى انا عشان اوصل السماء لازم اتعمد في فم الحيروس، لازم اتوب في مره، ولازم اروح الكنيسه في إليم. فاكرين إليم دي ايه؟ ايه إليم؟ ال 12 وال 70. برافو. وبعد كده سين اللي هي الايه؟ المناوله. وبعد كده رافديم الجزء بتاع الحرب اللي اسمه الجهاد الروحي. الجهاد الروحي. اخر حاجه جبل حوريب اللي تحت. طلع موسى على جبل حوريب واستلم الوصايا العشر وكل الشرائع الطقسيه، من خيمه الاجتماع ولبس الكهنه اللي هيقولوا بقى بالتفصيل في سفر اللاويين. طب وفي سفر الخروج هيقولوا برضو بالتفصيل، هيقولوا من الاصحاح 20 للاصحاح 30، ومن 35 لل40. كل دي شرائع. يعني القصص اللي موجوده في سفر الخروج هي ما قبل الاصحاح 20، و5 اصحاحات في النص كده من 30 ل 35 دي الحكايات. غير كده الباقي كله شرائع. خد الوصايا العشر وطريقه بناء خيمه الاجتماع اللي احنا حافظينها دي. بس اوريكم بس منظر صغير، ان الحاجات في خيمه الاجتماع كانت مترصصه على شكل صليب. هتاخدوا الكلام ده بالتفصيل في سفر التكوين. بس بصوا المنظر، اول ما تدخل تلاقي
المذبح بتاع المحرقة، بعديه تلاقي المرحضة، بعديه تلاقي مسبح البخور، على اليمين مائدة خبز الوجوه، على الشمال منارة الذهب، قدام خالص تابوت العهد. يبقى عملوا في الاخر شكل ايه؟ وبعدين اللي يبص من بعيد، اهو ده المنظر اهو، اللي يبص من بعيد يلاقي المنظر ده. بصوا اللي واقفين فوق الجبل دول، ده يشوع وموسى بيشاوروا على الشعب. الشعب كان بيبقى خيمة الاجتماع في النص اللي طالع منها دخان دي، او ده السحابة يعني وحضور الله. وكان شعب بني اسرائيل ال 12 سبط يترصصوا حوالين خيمة الاجتماع بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. 4 أركان، كل ركن فيه 3 أسباط، ويتحركوا كده في الصحراء، يعني محافظين على شكل الايه برضو؟ على شكل الصليب. وكأن الصليب اللي في نصه خيمة الاجتماع، ومن خيمة الاجتماع عمال يتقدم ذبايح، فينزل مية ودم من الخيمة. بصوا المنظر، صليب وبينزل من جنبه كده دم. ايه رايكم في المنظر دوت؟ ده ال4 مجاميع بتاعت الأسباط دي كانوا بيرفعوا 4 رايات، كل 3 براية. ايه ال4 رايات؟ واحدة منهم كانت علامة الأسد، تلاقوها في سفر العدد بقى. علامة الأسد، علامة إنسان، علامة نسر، علامة طور. ايه دول؟ ال4 حملات اللي شافهم حزقيال واللي شافهم يوحنا. شوفوا كتاب مقدس واحدة واحدة ازاي. فكأن الصليب ده هو العرش الإلهي، هو ده العرش الإلهي اللي بيحمله ال4 حيوانات. أقول لكم بقى حتة دقيقة قوي، رافضين اللي كنا بنقراها دي. يقول لك موسى سماها علامة، صح؟ وراح قايل حتة بعديها، لأنني وضعت يدي على عرش الله. شوفوا بقى الإبداع، يعني بيقول أنا ليه عايز أسميها علامة؟ لأني كنت عامل صليب، ولما عملت شكل الصليب ده كأن إيديا وصلت للسماء. المنظر ده أبونا بيعمله في كل قداس، بيبقى قدامه العرش. عارفين العرش ده اللي هو إيه؟ الصندوق الخشب اللي جواه الكاس، وأبونا يمد إيده يحطه على العرش كده، ويصلي أقدس أجزاء التقديس اللي في القداس، ويفضل عامل إيديك زي الصليب زي موسى كده، والشعب وراه عمال يغلب في الشيطان. فكأن هو موسى اللي رافع إيديه وحاطط إيده على العرش، والشعب من وراه عمال يكسب الشيطان كل ما يقول يا رب ارحم وكريا ليسون. منظر جميل جدا بتاعت رافدين دي، تحس انه القداس والسماء والصليب حاجة عظمة. جبل حوريب قلنا دي آخر محطة في الرحلة، ودي محطة استلام الوصية. يبقى قولوا لي بقى، لو عايزين نروح السماء لازم نعدي ب7 محطات. هي ايه؟ الأولانية، الثانية التوبة مرة، الثالثة الكنيسة، الرابعة المناولة، الخامسة الجهاد، السادسة كلمة الله، الكتاب المقدس. يبقى ال6 خطوات اللي عدينا عليهم دول 6 حاجات أساسية، من غيرهم ما ينفعش نروح كنعان السمائية. لما تاخدوا بقى سفر العدد كمان، تاخدوا 7 و8 و9 و10، هتقدروا تستنتجوهم مجرد ما تقروا الحادثة اللي حصلت في المكان ده. ربنا يديكم نعمة فوق نعمة، صلوات آبائي الكهنة اللي بتترفع عننا، ربنا يحافظ عليكم. في سؤالين نعرفهم وخلاص. اتفضل. بصوا دي حاجة ما تقلقناش. يعني دلوقتي لو لقيت الكنيسة مثلا نفس شكل الجامع، هي مشكلة؟ ما فيهاش مشكلة. طريقة العبادة متشابهة، لأن العهد الفراعنة كانوا بيقدموا ذبايح بس للأوثان، فهو لازم يبقى فيه مذبح، لازم حتى تغسلوا فيها ايديها، دي حاجة منطقية. لكن مش هتلاقي مائدة خبز الوجوه مثلا، برضو دي حاجة تلقائية. يعني في حتة كده ربنا، وفي حتة الكهنة، وفي حتة الشعب. دي حاجة تيجي باللوجيك. وماله، مفيش مانع ان ربنا يعمد الحاجة. يعني اقول لك على حاجة، لما ماري مرقس جه مصر مثلا، لقينا بنصلي بألحان معينة، هل ان اسيبكم من الكلام ده ونبتدي من الزيرو؟ لا، خد نفس الألحان وعمدها وروحانها وحط عليها كلام. لقينا مثلا كلنا بنحتفل بعيد معين، عيد مش عارف الشمس في ايه، قال لا، بدل العيد ده هنتجمع في الكنيسة وهنصلي كذا. يبقى ممكن ربنا ياخد نفس الحاجات ويعمدها عشان خاطر ولاده، ما عنديش مشكلة. التولز الإنسانية ربنا يستخدمها زي ما هي ويعمدها.
متعمده، ما حاجه ما تزعجكيش. اخر سؤال اتفضل. في ضربه هي بتاعت نهايه المشاكل قال كده وهلكت جميع مواشي المصريين. ففي ناس بيشككوا في الحته دي، بيقول لك طب الفرعون نفسه جاب الخيل منين؟ من قاده المركبات الحربيه اللي جريوا ورا بني اسرائيل. اوكي. لما كل مواشي ماتت وكان كده وكل الخيول مكتوبه كده في مصر، كل المواشي وكل الخيول ماتت. فبيقول لك جابها منين؟ اراجعها تاني، بس انا اعتقد ان كل المواشي مقصود بيها الحاجات اللي بتتربى من اجل اللحم او اللبن او المنتجات، لكن نراجعها موضوع الخيول دي.